بدأ يظهر عندنا برامج متطورة شوية عن الانيشال اوردر. من اشهر المحاولات في المنطقة دي نظام اسمه GMNAAIO، وده انتاج مشترك ما بين جنرال موتورز ونورث امريكان افيجن، شركة عربيات وشركة طيارات. ولو خدت بالك فاسم النظام هو الحروف الاولى من الشركتين. اهم ميزة قدمها النظام ده هي امكانية تنفيذ اكتر من برنامج مع بعض، يعني الاوبريتور يقدر يخلي الكمبيوتر يقرا مجموعة برامج مختلفة وبعدين الكمبيوتر يبدأ يشغلهم واحد ورا التاني بالتتابع مش بالتوازي. اللي بيحصل ده بقى يتقال عليه باتش بروسيسنج، بنجمع عدة بروجرامز مع بعض وبعدين نخلي الكمبيوتر يقعد يشتغل على تنفيذهم مرة واحدة. طريقة الباتش بروسيسنج أدت إلى تقليل وقت تشغيل البرامج وبالتالي تقليل تكلفة تشغيل الكمبيوتر. علشان نقدر ننفذ فكر الباتش بروسيسنج فكان لازم يبقى عندنا أنواع جديدة من البروجرامز بتمونيتور أو بتسوبرفايز عملية تنفيذ البروجرام. برنامج يقدر يحدد بداية ونهاية كل بروجرام ويقدر يفصل ما بين الداتا بتاعة كل بروجرام. الجي ام ان اي اي ده زي ما قلت لك هو تطور للانيشال اوردرز، هو عباره عن انيشال اوردرز عليه شويه سب روتينز. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصه تقدر تشترك فيهم وتتعلم اصول المهنه.